السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكل متابعين كنوز مملكتي. أهلا وسهلا يا حبايبي، وحشتوني كتير قوي. أنا بقالي كتير قوي ما صورتش لكنوز، وبقالي كتير قوي ما اتكلمتش معاكم وما عملتش فيديوهات معاكم. بقالي كتير قوي، حتى الفيديو دوت برضو متصور برضو بقاله فترة معايا على التليفون، لكن الحمد لله يا رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. النهاردة يا حبايبي عايزين نتكلم في موضوع مهم جدا. الموضوع دوت منتشر جدا في بيوتنا دايما. حاسة في مشاكل، حاسة ان انت مخنوقة، حاسة ان اولادك مشاكل مع بعضهم، الاولاد حتى الاطفال الصغيرين على طول في خناقات، في مشاكل. تعرفي ايه السبب الرئيسي للمشاكل والخناقات بتاعت الأولاد في البيوت والحالة النفسية والاكتئاب والخنقة؟ كل دوت هنتكلم عليه في الفيديو. بس يلا نبدأ مع بعض الفيديو. بس ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. لو عجبك الفيديو فعلي الجرس واشترك في القناة علشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله بإذن الله. وهنبتدي مع بعض وهنرجع تاني، وان شاء الله ربنا يسهل الحال ونعمل فيديوهات مفيدة وفيديوهات حلوة بإذن الرحمن الرحيم يا رب. يلا يا حبايبي، ايه اكتر حاجة بتخنقني وتخنقك وتخنق اولادنا ودايما عصبيين ودايما متنرفزين ودايما الام على طول مضغوطة ومتعصبة؟ صدقوني، من اساس الحاجة اللي بتخلينا كلنا مخنوقين ومتضايقين والأم مخنوقة والأولاد في مشاجرة وخناقات مع بعض هي الكركبة. كركبة المكان وحشة جدا، وحشة جدا مهما كنت بتروقي، بس الكركبة ديت شيء بجد يا بنات، بجد يا اختي. اللي لما يكون المكان حواليكي رايق ونضيف، ومش هقولك مثلا يعني انت تبقي مروقه المكان ومخليه 10/10، ويجي مثلا اولادك تمنعيهم ان هم يقوموا ويتحركوا، او الاطفال الصغيرين ما يلعبوش بالالعاب بتاعتهم، ولا مثلا حد بيذاكر ابنك بنتك وتقولهم لا لازم تخلوا مثلا الكتب على جنب هنا هوت، ويبقى دايما دايما باستمرار في نظام في البيت. لا، لازم برضو يكون في. بس انا بتكلم على الكركبة اللي هي بتبقى فيه شوية تكاسل مني شوية تكاسل منك. يعني في حاجات لازم تخرج من البيت، يعني ازايز قديمة، كراريس ملهاش لازمة خلاص اتملت، كشاكيل، اجندات، في جراكن، في هدوم قديمة، في حاجات بتبقى كتيرة أوي في البيت زحمة. والحاجات دي بتأثر على نفسيتك انتي، وبتأثر على نفسية الأولاد منك انتي، من كتر الضغوط النفسية. وانتي عمالة تزعقي لبنتك وتزعقي لابنك وتزعقي للأولاد ليل نهار، ما هو انتي مضغوطة نفسيا. عارفة هقولك على حاجة، امسكي كده الهدوم القديمة كلها واعرفي كده وافرزي. انت دلوقتي لسه مثلا منزلة الهدوم الشتوي وشلت الصيفي، فانت وانت بتخرجي الهدوم الشتوي شوفي ايه اللي اولادك ما بيلبسوهاش. هتفرق معاكي كتير جدا، هتفرق في حالتك النفسية، لان حالة الام دي اساس البيت. اساس البيت. عندك ملايات قديمه خلاص انا مش هفرشها، مش عايزاها خلاص استغنى عنها، ويا ريت تخرجهم بره البيت، مش بس احطهم في شنط واكياس واركنهم، لا يا ريت الكلام ده ليا وليكم. نخرج الحاجه دي من البيت، لان هي بتعمل طاقة سلبية في البيت. التراكم، تلاقي مثلا واحدة عندها حاجة زي مثلا عصيان مثلا، يعني اللي هي العصا، الحاجات اللي هي خرطوم قديم، عصاية مكسورة، اللي هي عصاية المساحة بتاعت المساحة، الفرشة الطويلة، الحاجات عصاية مثلا المقشة، الزعافة، الحاجات دي كلها ممكن تتكسر عندنا وبيفضل قاعد العصاية بتاعتها مع انها مكسورة نصين، تلاقيهم مركونين، تلاقيهم كده على جنب كده محطوطين. لا، حاولي
وانتي النهارده مثلا انا هعمل روتين او تنظيف في اوضه نوم، هعمل النهارده تنظيف في اوضه الاطفال، هعمل النهارده تنظيف في الريسبشن، هعمل تنظيف في الصاله. خلي دايما المكان اللي هتعملي فيه تنظيف لازم كل مره تخرجي منه حاجه، ان شاء الله حتى لو حاجه واحده بس. اهم حاجه ان انا كل مره انظف اخرج حاجه. يعني النهارده نظفت مثلا درجين من اوضه النوم، لازم الدرجين دول مرجعش الحاجات كلهم في الدرج تاني، لازم استغنى عن اي حاجه انا ما بستعملهاش. ان شاء الله لو خرجتي حاجه واحده صدقيني بتفرق مع نفسيتك وبتفرق مع نفسيتك. تقولي طب ايه اللي جاب ده في المشاكل والخناقات والاكتئاب؟ هقولك التراكم النفسي والضغط النفسي جوانا احنا كستات بيوت، جواكي انتي كأم بتضغطي نفسيا ان انت شايفه الحاجه قدامك والزحمه، وفين القلم، فين الكراسه، فين الكشكول، انا كنت حاطه كذا هنا، انا كنت سايبه كذا هنا، والحاجه اتنقلت فين. لا انت ست منظمه، انت ست شاطره ونظيفه ومنظمه وحاجتك كلها مرصوصه في مكان. فانت حاولي ان انت في كل مره هتنضفي حاجه ان شاء الله، حتى لو هتدخلي الحمام هتنضفي، هتصبيني الحوض، هتعملي اي حاجه، شوفي عندك ازازه شاور خلاص كده هتفضى، حاولي خلاص انا كده خلاص الازازه دي خلاص خلصت او هتفضى، اخرج بقى من الحمام، اخرج من المطبخ، اخرج من اوضه النوم، اخرج من اوضه الاولاد، اخرج من الريسبشن. حاولي خرجي الحاجات اول باول، عودي خليها عاده عندك كده في دماغك ان انا اي كراكيب عندي او اي حاجه ممكن انا يعني مش هستعملها انا هستغنى عنها. طبعا انا كنت حابة ان انا اطلع معاكم واتكلم معاكم وكنت مجهزة مواضيع كتيرة، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الفترات اللي فاتت ديت الحمد لله الحمد لله في القناة الصحبة الصالحة بتاعتي التانية، يعني برضو كنت بغيب وانزل كده فيديو، وهنا ان شاء الله برضو هحاول بقدر الامكان هنزل لكم فيديوهات وهنتكلم كتير عن معلومات مفيدة جدا وعن حاجات جميلة، وهنتكلم مع بعض وهنضحك وهنهزر بإذن الرحمن الرحيم يا رب. فاللي انا عايزه بس ان انا اقوله لكم، يعني بصوا انا هنا مثلا الاوضه هي عندي خرجت برضو منها، انا في كل مره بنظف غرفه النوم لازم اخرج منها حاجه، مش ممكن مستحيل ارجع فيها حاجات كلها الا لما اكون مخرجه حاجه منها من غرفه النوم او من اي مكان عندي في الشقه. طيب دوت بينعكس عليكي انت اولا، ثم على اولادك، ثم على زوجك، وعلى البيت كله، وعلى حياتك كلها. انا كنت فرشه المفرش دوت لان زي ما قلت لكم ان الفيديو ده انا كنت عاملاه من بدري، فكنت حابه من باب التغيير ان انا اغير واحط حاجه فوق الملايه، فانت بس بتغيري بتدي بس رونق منظر جمال حاجه كده حلوه. فالمهم ايه، بقلل الامكانيات وابسط حاجة ممكن تجملي بيها مكانك وتجددي وتخلي حاجتك كلها جميلة وعينيكي ترتاح. اهم حاجة راحتك انتي، راحتك انتي. لو المفرش ده زي بتاعي انا كده بقاله كتير عندي، بس كفاية ان انا عينيا حباه وعينيا مرتاحاله. واهم حاجة العطر في شقتك والبخور والريحة العطرة الجميلة تخليكي تجلب لك الملائكة وتخرج الشياطين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودايما الملائكة تملى بيتك الجميل، والهدوء والسكينة بإذن الله هيكونوا مليين بيتك حبيبة قلبي. فأنا بس قلت كده أطلع أتكلم معاكم كده كلمتين صغيرين إن شاء الله، والمرة الجاية هعمل لكم فيديو قوي جدا عن طريقة الكفتة. روعة 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 يا بنات، بجد 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 لو عملتوها الكفتة دي عدت كل الحدود. فان شاء الله هتنزل لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، استنوني مع الكفتة بإذن الله. ودلوقتي اقول لكم ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.